السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. بإذن الله هنبدأ في المشروع بتاعنا اللي هو الإي كوميرس شوبينج كارت بالجافا سكريبت زي ما قلت لكم. إن شاء الله التطبيق ده ممكن يكون فيديوهين ثلاثة، مش عايز يكون فيديو واحد عشان ما يطولش قوي، عشان في كذا فيتشرز عايزين نضيفها في المشروع ده. إن شاء الله التطبيق ده هيلم بمعظم الحاجات اللي احنا قلناها في الفيديوهات اللي فاتت، فياريت تكون شفت الفيديوهات اللي فاتت قبل ما تشوف الفيديو ده. بإذن الله قلنا زي ما قلنا في البوست اللي على الفيس، التطبيق ده هيشمل اللوجن والريجستر وحفظ الداتا في اللوكال ستورج وعرض المنتجات بتاعتنا البرودكتس بتاعتنا، وعندنا هيكون في فيتشرز ان انت تحفظ الداتا بتاعتك او تضيفها في الكارد بتاعتك، او تعمل فيتشرز جديده حاجه اسمها اد تو فيفورت، ان انت تحفظ المنتج ده مثلا عاجبك فتضيفه في السله او تضيفه في الحاجات المفضله ليك، بحيث ان انت لما ترجع للصفحه نعمل صفحه طبعا المفضلات او الحاجات اللي انت ضفتها في الاد تو فيفورت تعرض لك كل اللي انت عملت له اد تو فيفورت، وتقدر تمسحهم طبعا من الديليت فروم فيفورت. وعندنا طبعا تعديل على المنتجات بتاعتنا. عندنا برضو ان انت ممكن تزود لما تفتح الكارت بتاعتك، ممكن تزود مثلا المنتج بتاعك اللي انت اخترته، مثلا اللي هو مثلا عايز كيس شيبسي ولا حاجة، عايز كذا كيس مش كيس واحد، مثلا تقعد البلس مثلا بوتون تقعد تزود او تقعد تنقص. عندنا برضو فكرة ان انت تدلت خالص المنتج بتاعك او المنتجات اللي انت مش عايزها. عندنا مثلا لو اليوزر لسه مش عمل لوجن هيفتح مثلا الصفحة بتاعته من غير ما يشوف بس المنتجات مش اكتر والتفاصيل بتاعت المنتج، مش هيقدر يضيف للاد تو كارد، ولا هيقدر يضيف للاد تو فيفورت، ولا يقدر يزود ولا يعمل اي حاجة على المنتج الا لما يكون لوج ان. باذن الله كل الفيتشرز دي هتكون في المشروع بتاعنا، وزي ما قلنا هيكون على كذا فيديو مش فيديو واحد. هحاول في الفيديو ده باذن الله ان احنا نعمل فكره اللوجن والريجستر وحفظ الداتا عندنا في اللوكال ستورج، وهعرفك برضو اللوكال ستورج وازاي بنحفظ الداتا ونجيب الداتا منها وكل حاجه باذن الله. نبدا على بركه الله واحده واحده. انا عملت فولدر اسمه جي اس اي كوميرس بروجكت. هيكون في ايه؟ هنحاول نقسم الدنيا بطريقه بسيطه شويه. اول حاجه هيكون في صفحه ال HTML بتاعتنا، الاندكس اللي هي الهوم يعني. الاندكس اللي هي الهوم دي هتشيل المنتجات بتاعتك، اللي اول ما تفتح مثلا الموقع بتاعك بيكون فيه المنتجات وال ان انت بقى عايز تضيفها ولا ما تضيفهاش للكارد بتاعتك وكده. هيكون في صفحة تانية HTML اللي هي اللوجن دوت HTML. هيكون في صفحة تانية اللي هي الريجستر دوت HTML. هحاول احاكي فكره التقسيمات كويس جدا، وباذن الله لما نوصل للرياكت هعمل لك تقسيمه ان شاء الله كويسه جدا في الرياكت، ببروجكت بقى حقيقي في الرياكت. يعني البروجكت ده هيكون سيميوليشن لحاجه بسيطه، يعني موضوع بسيط كده في الرياكت. لما نيجي للرياكت ان شاء الله هعيشك ريل لايف بروجكت، وهنستخدم داتا بيز الفاير بيز ان شاء الله، ونحفظ الداتا في الفاير بيز ونبعت ريكوستات اي بي اي وكل حاجه. هنا همثل لك شويه، هحكي لك الدنيا ازاي، اقول لك تبعت ريكوست. هنستخدم الداتابيس بتاعتنا اللي هي لوكال ستورج. هحاول اعمل سيميوليت اكنك بتبعت ريكوست لللوكال ستورج وتجيب الداتا. هي طبعا هي مش بالمنطق ده قوي، بس انا هحاول اقرب لك الدنيا بحيث اكنك فعلا بتبعت ريكوست وتجيب داتا والحاجات دي باذن الله. ولما نيجي للرياكت هعيشك ان شاء الله مشاريع حقيقيه انا اشتغلت فيها فعليا باذن الله. طيب انا كده عملت اللوجن وعملت الريجستر. عندنا ايه تاني؟ اعتقد بس كده احنا قلنا نعمل لوجن وريجستر. تمام جدا. طيب صفحة اللوجن هيكون فيها ايه؟ هيكون فيها بمنتهى البساطة نعمل البويلر بيت بتاعنا. هنا هيبقى شوبينج كارت، ودي صفحة اللوجن بيج. تمام. هيبقى طبعا عندنا في فولدر اسمه CSS هيكون فيه الاستايلات بتاعتنا، وبرضو انا حابب اقسمها اكنك بتقسم كل حاجه كومبوننت كده يعني. هنعمل ستايل لصفحه اللوجن لوجن دوت سي اس اس، وهنعمل ستايل لصفحه الريجستر دوت سي اس اس، وهنعمل ستايل جنرال للحاجات اللي انت شايفها جنرال تنفع لكل الصفحات، نسميه ستايل دوت سي اس اس. ده اللي هو هيتحط في كل الصفحات،
ولو في حاجه خاصه باللوجن هحطها في اللوجن، حاجه خاصه بالريجستر هحطها في الريجستر، وهكذا. هقسم لك الدنيا عشان الدنيا تكون منظمه بشكل دقيق جدا باذن الله. طيب صفحه اللوجن هحط فيها الاتنين ستايل. اول حاجه الستايل بتاع الجنرال اللي هو جوه السي اس اس، وهات الستايل، وبعد كده هحط اللوجن عادي خالص. نفس الكلام في الريجستر وهكذا. طيب هيكون عندنا اول حاجه طبعا في حاجه ملحوظه مهمه جدا عايز اقولها. المشروع ده انا اللي هو مش محضر، وده انا قاصد ليه، لان انا عايز اغلط. يعني طبيعي جدا ممكن اغلط ونتعلم من الغلط ده. انا حابب الفكره دي، اللي هو انا اخش في المشروع كده واضيف لك من دماغي. يعني انا مثلا عملت كذا مشروع مثلا في ليستنج وشوبينج كارد وكده، انا عملت كذا مره بالرياكت يعني. فانا هخشه لك بالجافا سكريبت عادي واضيف لك كل حاجه ان شاء الله فيه، ومن غير ما احضر، عشان عايز باذن الله يعني ربنا يكرم واني اغلط، عشان نتعلم كلنا من الغلط ده، وبحيث ان انت لو قابلت مشكله تعرف تتصرف معاها ازاي. تمام جدا. نبدا واحده واحده وبسم الله. طيب هعمل هنا هيدر. الهيدر هيكون فيه ايه؟ الهيدر هيكون فيه مثلا لوجو ولوجن وريجستر على اليمين مثلا كده. طيب الهيدر ده هيكون فيه ايه؟ قلنا زي ما قلنا هنعمل مثلا لوجو. اللوجو ده هيوديني، لازم يكون لينك. اي لوجو عندك في اي موقع لازم يكون لينك، عشان لما تدوس عليه يوديك للصفحه الرئيسيه. دي حاجه ثابته لازم تكون عارفها. هيوديني صفحه الاندكس مثلا. اللوجو ده انا هعتبره كلمه، مش لازم يكون صوره. يعني انا هعتبره كلمه شوبينج كارت مثلا. هعتبر ده اللوجو. وبعد كده عندنا ناف مثلا. الناف ده هيكون فيه لينكين، اللي هو اللوجن والريجستر. ولما بعد كده اعمل لوجن او اعمل ريجستر هيكون في ويلكم لصاحب اللي هو عمل لوجن يعني. طيب هعمل ال اي. لو الناس عايزه تعمل زوم كانت بتقول لي كذا مره، انا هعمل زوم كده ان شاء الله تكون الدنيا واضحه. ال اي. وبعد كده هعمل ايه؟ الاي دي هتروح دلوقتي لصفحه اللوجن دوت اتش تي ام ال. هنا يكون في كلمة لوجن. واحد تاني للريجستر، أو الأفضل بيسموها في المواقع الأفضل يعني ساين إن وساين أب. لوجن وريجستر، دي هتبقى الريجستر بتاعتنا. طيب ده كده يعتبر ده هيدر هيكون ثابت في كل الصفحات، مع تغيير طبعا لما يقول لك ويلكم هذا الشخص، او ويلكم للشخص اللي عمل لوجن. فانا هاجي بقى للستايل الجنرال. هقول له اول حاجه طبعا انا مش شغال بوت ستراب، عشان لسه ما شرحناش البوت ستراب. لو حد عارف بوت ستراب ممكن يدخل البوت ستراب بدل ما يعمل زي يعني، بس انا همشي واحده واحده ان شاء الله. النجمه دي يعني كل العناصر اللي في ال HTML. هقول له اول حاجه زي البوت ستراب بيقول مارجن صفر، وبادنج صفر، وبوكس سايزنج بوردر بوكس. ليه بوكس سايزنج بوردر بوكس؟ عشان اي بادنج او بوردر ما يزودش الويتس والهاي، لا يعتبره من الويتس والهاي نفسه، يعني يقلل من الويتس والهاي نفسه. تمام جدا. اول حاجه عندي الهيدر ده هعتبره واخد هاي مثلا 90 بكسل، وواخد باك جراوند مثلا كلر 3 تلاتات. طبعا ده ستايل من دماغي عادي خالص، ممكن تغير براحتك. و ما ننساش طبعا الديف الشهير بتاعنا بتاع البوت ستراب اللي هو الكونتينر ده. هنيجي في البوت ستراب نقوله كذا مره. واخد ويتس مثلا 80%. كل ده قلته كذا مره في ال HTML و CSS. واخد مارجن اوتو ليه؟ عشان اوسطن كل حاجه في نص الصفحه، ما يكونوش لازقين في الحواف بتاعه الصفحه. مارجن اوتو. واللوجن ده او الكونتينر ده هيتحط فيه الباشا ده كده. احطه جوه الديف دوت كلاس كونتينر. احط فيه الحاجه دي كلها. طيب دلوقتي في سؤال. ايه هو السؤال؟ انا دلوقتي لو عايز اعمل ديسبلاي فيليكس عشان اخلي الباشا ده على الشمال واخلي الناف كله على اليمين، فهدي ديسبلاي فيليكس للهيدر؟ غلط طبعا. ليه؟ لان الهيدر ما فيهوش غير ايتم واحد، ما فيهوش غير الكونتينر. فانت اكنك كده بتعامل الكونتينر كانه في النص، وهو مفيش غير عنصر واحد. فالمفروض الديسبلاي فيليكس للكونتينر. وانا عن نفسي ما بحبش ادي للكونتينر نفسه
ديسبلاي فيليكس. ليه؟ لان انا بعتبره كلاس من ضمن، لما نيجي البوت ستراب بعتبره كلاس من ضمن كلاسات البوت ستراب، فما بحبش اعدل على البيهيفير بتاع البوت ستراب. فبعمل ايه عشان الناس سالتني كتير؟ بعمل ديف تاني، بعمل ديف اسميه مثلا هيدر كونتنت. حد سالني قبل كده السؤال ده في كومنت على الفيديوهات، ليه يا باشمهندس عملت هيدر كونتنت مع ان الهيدر موجود؟ عملت ده ليه؟ عشان ده اللي هديله ديسبلاي فيليكس، ده اللي هديله ديسبلاي فيليكس فيحط لي الاثنين دول جنب بعض. ما اديتش ليه للكونتينر؟ عشان الكونتينر انا بعتبره كلاس من ضمن كلاسات البوت ستراب، ما بحبش اعدل عليها. طب ليه يا باشمهندس ما ضفتوش هنا واديته سميت هنا هيدر كونتنت؟ قال لك عشان لما انت بتضيف كلاس مع البوت ستراب بيأثر في المارجن والبادنج، فيفضل بشكل تلقائي دايما كده حاول تسيب كلاسات البوت ستراب لوحدها، واعمل تاني ايتم جوه، اعمل تاني ديف او باراجراف او ايا كان جوه كلاس البوت ستراب. دي يعني ممكن معلومتين قدام شويه، بس قلت لك احاول تكون دي معلومتين في دماغك ان انت ما تحاولش تلعب في كلاسات البوت ستراب. طب يا باشمهندس ما انا هقول هيدر، ما انا هقول كده في السي اس اس هيدر دوت كونتينر، وكده كده اصلا مفيش هيدر اصلا في البوت ستراب، يعني مفيش التاج ده موجود مثلا. ماشي مفيش مشكله، بس ما زلت انت بتنده على الكونتينر، يعني في كونتينر في البوت ستراب وفي كونتينر عندك، فيفضل تماما تعمل كلاسات خاصه بيك انت، حتى ولو كان النستنج هيحل لك المشكله دي. ايه البيست براكتس؟ الافضل ان انت تعمل كلاسات بتاعتك انت وتلعب فيها، ما تلعبش في كلاسات البوت ستراب. هو ده لسه مش بوت ستراب، بس ده هنكون لما نيجي البوت ستراب هنشرحه وهيكون من ضمن كلاسات البوت ستراب. طيب تمام جدا. هنيجي في الستايل هقول له الهيدر دوت هيدر كونتنت، ده اللي انا هديله بقى الديسبلاي بتاعنا فيليكس. وممكن ساعتها مش لازم الهاي هنا، ما بحبش طبعا الهاي عشان ما تثبتش يعني مساحه ثابته للايه للديف للهيدر نفسه. ديسبلاي فيليكس اقول له جاستيفاي كونتنت سبيس بتوين، يعني مسافه على الشمال، يعني اخلي ده على الشمال واخلي دول على اليمين. نشوف الشكل عشان انا شغال عمياني. صفحه اللوجن ماشي، حلو الكلام. لا مش ده. هنحاول بعد كده نعمل ليه الهيدر كونتنت بادنج، او الهيدر نفسه بادنج مثلا 10 بكسل من فوق ومن تحت، صفر من على اليمين والشمال. هنا هخلي كلهم على نفس السطر، فاقول له الاين ايتم سنتر بحيث ان هم كانهم كلهم يتساووا في النص كده مع بعض، ده الساين ان والساين اب. طبعا هنظبط الخطوط دي كلها. طيب هنيجي بقى للهيدر كونتنت، هقول له هات لي مين؟ هات لي اللوجو. مفيش، ما ضفناش كلاس غالبا اسمه لوجو. يفضل طبعا نعمل هنا كلاس اسمه لوجو او براند. احاول اشبه لك الدنيا بكلاسات البوت ستراب، يعني حاول المشروع ده لما نيجي للبوت ستراب بعدين ان شاء الله هتلاقي الدنيا نفسها شبه الكلاسات اللي انا بسميها دي، لان انا متعمد اخدها من البوت ستراب عشان بعد كده لما اجي البوت ستراب تبقى الدنيا سهله ان شاء الله. هسميه براند او براند لوجو ايا كان. والناف بار خلاص هي ليها اسم الناف مفيش مشكله. اقول له هات لي البراند، كاتبها اكيد غلط. وهقول له خلي الفونت سايز بتاعه مثلا 32 بكسل، مش عايز خط تحتيه يبقى تكست ديكوريشن نون، عايز الكلر بتاعي يبقى ابيض. اعتقد حلو كده. تمام. تعالوا نجيب خط حلو كده. عندنا موقع اسمه جوجل فونتس، الموقع ده بيجيب لك الخطوط الشيك يعني، نظرا لان النت هنا بيموت شويه فمفيش مشكله. عايزين خط انجليزي ويكون لطيف، ممكن نختار خط زي بابارا او اوسلاد، شكله لطيف ماشي. او اس، الاسم ده او اس والد مش مهم. طيب هنختار، عندك اختيارات، ممكن نختار الخط ده، ونختار كمان الخط اللي هو العادي ده، او بلاش ده النورمال قصدي. تمام كده انت اخترت العادي والنورمال حلوين قوي.
وتاخد زي ما قلنا، بتاخد اللينك ده تحطه في ال HTML او ممكن تحط في ال CSS عن طريق الامبورت دي. تاخد الامبورت تحطها في الستايل، بس انا هاخدهم كلهم احطهم في ال HTML عادي خالص. وهروح هنا لصفحة اللوجن. طبعا انت هتضيفه للوجن، هنضيف كل الحاجات دي كل مرة في كل صفحات، نظرا لاننا مش شغالين رياكت، مش شغالين كومبوننت، يعني انت تعمل صفحة واحدة وتعمل لها انكلود في كل صفحات، لا احنا شغالين هنا HTML و CSS عادي. فكل حتة هناخد فيها الهيد دي ونكررها في كل صفحات لحد ما نيجي ان شاء الله للرياكت. طيب في الستايل عادي هاجي اقول له انا عايز البادي. هو قايل لك بقى هتعمله الستايل ازاي، عن طريق ان انت تاخد السطر ده كوبي وتحطه هنا بمنتهى البساطة. شكرا، هتلاقي الخط بقى ألطف شوية فعلا بكتير يعني. طيب ادي شوبينج كارد، وهنا نظبط هنا الساين ان والساين اب. هاجي اقول له هات لي الناف، هات لي ال هو كان معمول ايه؟ الناف ال اي. خلاص عايز الناف نفسه هياخد ديسبلاي. متعمد اشرح لك الفيليكس عشان يفضل ثابت معاك. ديسبلاي فيليكس يعني خلي الابناء كلهم جنب بعض، فيخلي لي الاثنين جنب بعض بالشكل ده، ساين ان وساين اب. هاجي اقول له هات لي الناف ال اي. وفي غلطه هنا على فكره انا عملتها. ايوه الناف، فين اليو ال؟ تمام، ناف يو ال وبعد كده ال اي. فانا هاجي اقول له هنا كده هات الناف، خلي اليو ال عشان اليو ال هو البيرنت للاثنين ال اي. فانا هاجي اقول له هنا ال اي الايه، خلي لي الديسبلاي بتاعه بلوك، بحيث ان هو اقدر اديله ويتس وهاي وكده عشان هو عنصر انلاين. وهقول له الكلر بتاعك اللون ابيض برضو، وخليه تحتيه سطر مفيش مشكله، ساين ان و ساين اب. طبعا عندنا النقطه السوداء لو حد واخد باله منها، يعني نسينا نقول باليو ال ليست ستايل نون. وعايز ابعد دول شويه او اقول له ميني ويتس لكل ايه ده مثلا 100 بكسل مثلا. ميني ويتس لكل واحد 100 بكسل كتير جدا، خليها 50 بكسل حلو قوي. تمام. عندي كده باك جراوند عشان نشوفها، بي جي اف، ماشي اللون الغريب ده. تمام حلو جدا. ممكن ندي بادنج 5 بكسل، نبعدهم عن بعض. مارجن مش عايز من فوق ومن تحت، 5 من اليمين والشمال. والله شيك جدا، حتى اللون حتى شيك والله العظيم، بس معلش هنشيل اللون. ساين ان وساين اب 100 100. طيب المفروض الساين ان هيودينا على صفحة اللوجن عادي، والساين اب هيودينا على الريجستر دي. تمام جدا. هاخد نفس الستايل ده هو احطه في الريجستر، لانه هيكون نفس الصفحة. انا ماشي صح ولا خدت حاجة غلط؟ هاخد ده كوبي. انا اسف، انا بحط في السي اس اس. تمام. هحط طبعا في هنا كده، وهنا هتبقى ريجستر بيج، بحيث هنا اقدر اقول الساين ان واقدر اروح للساين اب، تلاقي اللينك هنا بيتغير. طب الساين ان هحط طبعا فورم في النص هنا بشكل بسيط، فيها لوجن، كلمة لوجن مثلا هنا، واليوزر نيم والباسورد بشكل بسيط، او الايميل والباسورد، مفيش اي مشكلة. طيب هنيجي نعمل هنا بعد الهيدر هيكون فيه سيكشن. السيكشن ده هيكون فيه طبعا اللوجن او الريجستر، وهيكونوا كلهم نفس الفورم. فخلاص ممكن اسمي هنا سيكشن فورم، الفورم نفسها، او ممكن تبدا تعمل فورم على طول مفيش اي مشكله. الفورم نفسها هيكون فيها 2 انبوت تايب تكست. وما تنساش ابدا، يفضل طبعا البليس هولدر، او لو انت هتنسى البليس هولدر حط ليبل. ما هو الليبل بديل للبليس هولدر، الليبل بديل للبليس هولدر. انا هعتمد على البليس هولدر. اقول له انتر يوزر نيم وشكرا. وبعد كده هعمل انبوت تاني اللي هو الباسورد، وهقول له انتر باسورد. هنيجي نضيف طبعا في الانبوتس دي حاجات تانية عشان نستخدم الجافا سكريبت. بعد كده عندنا انبوت تاني اللي هو التايب سبميت، الاس سمول طبعا مش كابيتال. وهقول له الفاليو بتاعتك اسم، يعني الانبوت ده هيكون ساين ان. طبعا في ناس بتسميها كده، او يفضل تبقى في مسافه يعني. طيب دي الفورم بكل بساطه. ماشي. طبعا دي هتكون جنرال،
ليه؟ لان هيكون في نفس الفورم في الريجستر مع اضافه انبوت زياده، فانا يفضل احطها في الجنرال بالشكل ده. فانا هعمل هنا كومنت كده اقول له فورم عشان دي هتكون جنرال بالشكل ده. عندنا هنا سيكشن فورم، سيكشن فورم ده انا هخليه بوزيشن ابسوليوت. ليه؟ عشان اخليه في نص الصفحه بوزيشن ابسوليوت. وكونسبت الهيرو ايمج، كونسبت الهيرو ايمج بيقول لك ايه؟ ان انت توصل حاجه في نص الصفحه ازاي؟ تقول له بوزيشن ابسوليوت وتوب 50% وليفت 50% وترانسفورم ترانسليت سالب 50 سالب 50. الكونسبت ده شرحته كذا مره عشان محدش يقول انت ما شرحتوش يا باشمهندس، لا شرحته كذا مره في ال HTML، حتى في التطبيق الاول في ال HTML اعتقد موجود. ده عشان يوصل لك الدنيا في نص الصفحه هنا كده. طبعا مفيش اي حاجه ما شاء الله، عشان انا اعتقد انا كتبت في الريجستر والله. طيب تمام مفيش مشكله، هاخدها من هنا اهي واحطها في اللوجن. تمام، هتلاقي كل الدنيا في نص الشاشه بالشكل ده. تمام جدا. هيكون في هنا H2 هيكون في لوجن يوزر عشان يكون بالشكل ده. تعالوا بقى نظبط الستايل ده سريعا سريعا جوه ال CSS بتاعت الجنرال. ليه؟ لانه هيتكرر برضو في الريجستر. السكشن فورم هيكون فيها جواها H2. H2 ده هديله ستايل تاني، فونت سايز مثلا 50 بكسل، وعايز ابعد الحروف عن بعض يبقى لتر سبيسنج 2 بكسل على الاقل. الكالر ممكن نخليه لون ازرق. ده لون ايه ده؟ شوف كده شكله حاسه لطيف والله، بس خلينا نخليه لون ازرق. ده كده لون ياعة جدا. ممكن طبعا عشان منقعدش نغلب نقول له هنا عايز توصل لالوان كولر باليت. ممكن كاتبها غلط طبعا بس هو هيكمل لي بالشكل ده. في كولر تقدر تاخد اللون اللي انت عايزه مجرد كليك بس هو هيجيب لك اللون. خلينا نجيب اللون ده. خلاص انا خدت كوبي. تمام، واللون ده بالشكل ده. نشوف اللون لطيف شوية. تمام، ده اللوجن يوزر. بعد كده عندنا الفورم نفسها، سيكشن فورم. هقول له هات الفورم نفسها. سيكشن فورم هو اللي شايل، فممكن تسميه سيكشن رابر زي ما انت عايز. الفورم نفسها هديها مثلا بوكس شادو بسيط، او قبل البوكس شادو نجيب الانبوت الاول، نظبط الانبوت. سيكشن فورم، هات الفورم، هات الانبوت. هندي كل واحد ديسبلاي بلوك، والويتس بتاعك هيكون 100% بحيث ان كل واحد لوحده. هبعدهم شويه عن بعض، مارجن 5 بكسل. هدي هاي للانبوت 40 بكسل. هدي فونت سايز وليكن بلاش فونت سايز، هدي البوردر بتاعك هيكون 1 بكسل سوليد. دي خفيف شويه. تعالوا نشوف كده الشكل. تمام، معقول شويه. تعالوا ندي باك جراوند للفورمه نفسها كلها. باك جراوند وليكن لون، تعال نشوف اللون الغبي ده. اوكي، طبعا ليه عمل كده؟ عشان الويتس مفيش ويتس كبيره، عشان انت مدي بوزيشن ابسوليوت. تعالوا ندي الباك جراوند تكون باللون السماوي ده، وهندي ويتس للفورم نفسها، او الويتس هيكون للسكشن فورم نفسه. اقول له انت الويتس بتاعك وليكن 60%، ومارجن او مش مارجن خلاص، هقول له انت اي حاجه جواك تبقى تكست اونلاين سنتر بالشكل ده. تمام. هو ليه بقى؟ تمام، انا اسف، انا هدي مش الفورم، انا هدي الباك جراوند للسكشن نفسه ده عشان يملى الدنيا دي كلها. ما ننساش طبعا البادنج، هقول له بادنج 20 بكسل بحيث ان الحاجه تخش جوه شويه بالشكل ده. تمام. بلاش 60، خليها 40، حلو قوي. تمام. تعالوا ندي بادنج للانبوتس نفسه عشان البليس هولدر نفسه يخش جوه. بادنج 5 بكسل بالشكل ده، البليس هولدر يخش جوه. طبعا انت حاسس ان البليس هولدر مش نفس الخط بتاع الباشا ده، فبتيجي تاني للانبوتس تقول له انت الفونت فاميلي بتاعك نفس الفونت فاميلي بتاع البادي. فانا هقول له بمنتهى البساطه هكرر ده كده تاني هنا بالشكل ده بحيث ان ده ياخدوا نفس الفونت فاميلي بتاع البادي نفسه. الساين ان محتاجه تكبر شويه، فانا هقول له هات لي الانبوت اللي من تايب سبميت بس.
هات لي الانبوت اللي من تايب سبميت، بس اللي انا كتبته ده. هات لي الانبوت اللي نوعه سبميت. اعمل لي فيه ايه؟ كبر لي الفونت سايز بتاع الخط وليكن 25 بكسل. خلي لي كل الحروف كابيتال، يبقى تكست ترانسفورم ابر كيس. واسيف كده واعمل ريفرش. عشان مدي هاي، خلاص خلي لي الهاي بتاعه اوتو، يكون هو لوحده الهاي بتاعه. خلي لي الكرزر بتاعي او الكرجر ايا كان اسمه مش مهم، الماوس يعني يكون بالشكل ده. خلي لي لما يجي يعمل هوفر على الانبوت ده يعمل اي لون، الاوباسيتي بتاعته مثلا تقل سيكا ولا حاجه بالشكل ده. لا مش حلوه خالص. خليها بنسبه 8 ما يقلش قوي يعني. تمام، حلو جدا. ادي اليوزر نيم وادي الباسورد. طب ايه الاسود ده يا باشمهندس؟ ده الاوت لاين. اي انبوت مش عايز له اوت لاين فبقول له اوت لاين بصفر، بحيث لما اعمل فوكس كده ما يكونش موجود. تمام جدا. ده كده صفحه اللوجن. صفحه الريجستر هدخل ايميل ويوزر نيم وباسورد. فهاخد نفس الستايل ده اهو، نفس الستايل، كوبي الريجستر، نفس الكلام بالظبط. هقول له ريجستر يوزر، والمره دي هيكون فيه انتر يوزر نيم انتر ايميل، بدلتهم وهكتب هنا الايميل، وهنا هيبقى ساين. هروح على الساين اب هقول له ريجستر يوزر والدنيا 100 100. تمام الكلام؟ تمام جدا جدا. نبدا بقى الفانكشن. نبدا الفانكشن. هنيجي اول حاجه هنعمل فولدر هنا اسمه جي اس. هعمل برضو، خلي بالنا، هعمل برضو هقسمها لك واحده واحده، وهعمل فايل لوحده ستايل قصدي جافا سكريبت جنرال للحاجات الجنرال كلها، الفانكشن الجنرال. وهعمل برضو سكريبت لكل حاجه، لان في الرياكت هيعتبر كومبوننت فيها ال HTML وال CSS والسكريبت بتاعها. فهحاول احكي لك برضو نفس فكره الرياكت. طيب في الجافا سكريبت هسمي فايل جنرال اسمه سكريبت دوت جي اس. هركز دلوقتي في صفحه الريجستر في الاول، عشان اعمل ريجستر الاول بعد كده اعمل لوجين. register.js. وهعمل برضو واحد اسمه لوجين او ساين ان براحتك طبعا .js. خلينا في الريجستر واحده واحده ونفهم الفانكشن قبل ما نبدا. في الريجستر يوزر انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اخد اليوزر نيم واخد الايميل واخد الباسورد واسيفهم عندي في الداتابيز. الداتابيز اللي هي اللوكال ستورج. تعالوا ناخد فكره شويه عن اللوكال ستورج وبعد كده نكمل الفانكشن بتاعتنا. احط ده تحت كده واقفل الانسبكت. طبعا ما ننساش ان انا هظبط طبعا الموضوع ده ريسبونسيف في الاخر ان شاء الله. هنيجي هنا على الابلكيشن. عندك انت هصغر سنه. عندك هنا حاجه اسمها لوكال ستورج. يعني ايه لوكال ستورج؟ يعني ملف او مكان لحفظ الداتا عندك لوكال على الجهاز عندك، على البراوزر عندك او على الجهاز عندك الخاص بجوجل كروم. يعني تسيف الداتا على جوجل كروم بتاع البراوزر بتاعك، عشان كده اسمه لوكال عندك انت، مش جنرال او مش فوق على سيرفر او ايا كان. دلوقتي اوتوماتيك عندنا لو فتحت اللوكال ستورج عندنا الفايل بتاعنا عادي خالص. هشيلك كل حاجه دي مش عايزها. اللوكال ستورج عباره عن كي وفاليو. كي وفاليو اكنك اوبجكت بالظبط، بتحفظ عندك الداتا، بتسميه مثلا هنا حماده، ده الكي بتاعك والفاليو بتاعته مثلا 23 مثلا. فكده انت حفظت كي اسمه حماده والفاليو بتاعته 23. وقت ما تجيب وقت ما تيجي عايز الفاليو اللي اسمها 23 بتنده اسم حماده. ازاي بقى؟ واحده واحده. هنيجي للسكريبت بتاعنا الجنرال نشرح فيه. هحطه طبعا في صفحه الريجستر، بما اننا بنشرح في صفحه الريجستر. هعمل هنا انكلود للسكريبت اخر حاجه قبل قفله البادي. سكريبت سورس كده اللي اسمه، اخش جوه الجي اس واخش جوه السكريبت بالشكل ده. وهنيجي للسكريبت هنا. اول حاجه اللوكال ستورج زي ما قلنا هو حاجه بتحفظ الداتا عندك لوكال على الجهاز في البراوزر بتاعك. تمام تمام. طيب انا عايز احفظ ايه او هحفظ ازاي؟ قال لك لما تيجي تحفظ الداتا بتحفظها على شكل كي وفاليو، اسم وفاليو زي الاوبجكت بالظبط. طب بكتب ايه يا باشمهندس؟ قال لك لو عايز تحفظ الداتا بكتب الكي اللي هو ثابت عندنا اسمه لوكال ستورج، ده اوبجكت موجود في الجافا سكريبت. عايز تحفظ الداتا فبقول له دوت سيت ايتم. حط لي ايتم. قال لك الايتم بيتكون من حاجتين، كي
وفاليو، مكتوبه اهو كي سترينج وفاليو سترينج. الكي بتاعك ايا كان، هقول له مثلا النيم واسمه حمزه، بس كده شكرا خلاص. اول ما اعمل ريفرش في البراوزر هتلاقي كي اسمه نيم وفاليو اسمها حمزه. تعالوا نمسح كل حاجه تاني ونعمل ريفرش، اوتوماتيك سيف لي كي اسمه نيم وفاليو بتاعته اسمها حمزه بمنتهى البساطه. طب انا عايز اجيب الفاليو اللي اسمها حمزه، يبقى انده على الكي اللي اسمه نيم. هنده عليه ازاي يا باشمهندس؟ هتقول له لوكال ستورج دوت جيت ايتم، هات لي الايتم اللي اسمه نيم، فهو جابه لك، عايز اشوفه اعمل له لوج، كونسول لوج لللوكال ستورج للجيت ايتم اللي اسمه نيم ده، فهاجي هنا في الكونسول هعمل ريفرش هلاقي جاب لي الفاليو اللي اسمها حمزه. طب بقول له هات لي لوكال ستورج جيت ايتم للكي اللي اسمه تيست مثلا، هل انا عندي كي اسمه تيست في اللوكال ستورج حاليا؟ في كي هنا اسمه تيست؟ مفيش، فهيجيب لي هيجيب لك undefined. هسيف اهو واعمل ريفرش، قال لك بنل او undefined، مفيش حاجه اسمها الاسم ده، يعني الكي ده مش موجود اصلا. فخلي بالك من الحته عشان احنا هنسال الاول هل الكي ده موجود ولا مش موجود عشان يعمل لوجن او يعمل ريجستر، يعمل لوجن قصدي، عشان هو ما يقدرش يعمل لوجن غير لما يكون اسمه موجود في الداتابيز. فانا هعتبر ان دي الداتابيز، فهتشيك الاول هل النيم موجود، هل مش عارف الباسورد موجود، وهكذا. تمام 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 جدا. بعد كده انت قلت السيت ايتم احفظ الداتا، هات لي الايتم اللي اسمه كذا. حلو الكلام حلو الكلام. بعد كده انا عايز مثلا امسح الداتا اللي موجوده او امسح الكي اللي اسمه نيم ده، بمنتهى البساطه بقول له لوكال ستورج دوت كلير ايتم او دوت ريموف ايتم. الريموف ايتم اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه نيم، فيشيل لك خالص النيم من هنا. هعمل ريفرش هتلاقي شال لك النيم خالص من هنا. هو عمل لك ست الاول ليه عن طريق السطر ده، وبعد كده عمل لك ريموف ليه عن طريق السطر ده. طب انا عايز انا مثلا عامل كده نيم بحمزه وكي تاني اسمه تيست ب 1 2 3 وشلت بس النيم، يعني هعمل ده كومنت الاول واشيل دول مش عايزهم دلوقتي. هعمل ريفرش حط لي نيم وحط لي تيست. حلو الكلام حلو. عايز امسح بس النيم، فهقول له كده لوكال ستورج دوت ريموف ايتم اللي اسمه نيم، فهيسيب التيست. طب عايز امسح كل الداتا، رجعت كله زي ما هو، عايز امسح كل الداتا، فعندي حاجه تانية اسمها لوكال ستورج دوت كلير. كلير دي بتنضف لك كل حاجه، اكنك دوست على الزرار الكلير ده، بتشيل لك كل حاجه من اللوكال ستورج. تمام تمام جدا. تعالوا نطبق اللي احنا قلناه ده بقى في الفانكشن بتاعتنا اللي احنا عايزين نعملها هنا. اول حاجه احنا عندنا في السكريبت، مش عايزين دلوقتي السكريبت، خلينا في الريجستر. عايزين دلوقتي نعمل ريجستر لليوزر بتاعنا. ريجستر لليوزر يبقى انت محتاج اول حاجه تمسك الانبوت ده عشان تسيف الفاليو اللي جواه، وامسك الايميل وامسك الباسورد، وامسك برضو الساين اب عشان هو ده لما ادوس عليه هياخد لي الفاليو اللي هنا ويحطها في اللوكال ستورج. تمام جدا. طيب واحده 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 واحده. اول حاجه في الريجستر احنا محتاجين نمسك الحاجات دي، فانا هدي اول حاجه هنا مثلا اي دي للانبوت ده هسميه مثلا اي دي اسمه يوزر نيم. يوزر نيم. طيب وهنا اي دي هسميه ايميل، وهنا اي دي هسميه باسورد. تمام تمام جدا. وهنا اي دي هسميه ساين، خليه كله سمول، ساين اب بالشكل ده، او ممكن نخليها كلها سمول بالشكل ده. حلو الكلام حلو الكلام. نيجي بقى نمسك الحاجات دي بالجافا سكريبت. هنعمل المتغيرات بتاعتنا. اقول له اول حاجه ليت نستخدم اكما سكريبت. اقول له ليت اول حاجه يوزر نيم او اليوزر، خليها واحده واحده. يوزر نيم بيساوي همسك اول حاجه دوكيمنت دوت جيت element باي اي دي او كويري سيلكتور عادي خالص. اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه الاي دي اللي واخد يوزر نيم. كده انت مسكت، خلي بالك ده هيجيب لك ايه؟ دوكيمنت دوت كويري سيلكتور. ركز معايا كده، لو انا فتحت الانسبكت تاني وحطيت في الكونسول السطر ده هيجيب لك، طبعا انا ما سيفتش ولا سيفت، اعمل ريفرش كده. تمام. جاب لك مين؟ جاب لك الانبوت نفسه، الانبوت اللي هو اليوزر نيم ده. هل انت عايز الانبوت؟ لا انا عايز الفاليو بتاعته. فلو جيت كده قلت له دوت فاليو هيقول لك ايه؟ الفاليو بتاعته فاضيه. فانت محتاج تجيب الفاليو لما تدوس الساين اب، ما تجيبهاش اول ما يفتح الصفحه، لان اول ما تفتح الصفحه الفاليو بتاعته فاضيه.
فانت تجيب الفاليو جوه الفانكشن نفسها بتاعت لما يدوس على الساين. تمام جدا. ادي جبت اليوزر نيم، مسكت الانبوت اللي هو بتاع اليوزر نيم، مسكت الانبوت بتاع الايميل، مسكت الانبوت بتاع الباسورد، هنا ايميل وهنا باسورد، ومسكت اخر حاجه اللي هو البي تي ان او ريجستر بي تي ان، هنا اسمه ساين اب. تمام الكلام؟ تمام جدا جدا. كده احنا قعدنا قد ايه؟ كتير شويه، قشطه مفيش مشكله، الستايل هو اللي ضيع وقت شويه. طيب احنا محتاجين نعمل ايه؟ احنا محتاجين ندوس على الزرار ده، فانا هقول له بمنتهى البساطه register button دوت add event listener. لما اضيف ايفنت اسمه كليك، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل فانكشن. طب الفانكشن دي هتعمل ايه يا باشمهندس؟ هقول لك على الاتي. الفانكشن دي اول حاجه برضو، اول حاجه هتتشيك على القيم هنا، هل هي فاضيه ولا لا. والله لو داس على ساين اب وهي القيم فاضيه، يطبع له هنا، يطلع له هنا اليرت مثلا او ايا كان، يطلع له في اي مكان اليرت يقول له لا انت لازم تدخل الداتا، لازم تدخل الداتا او ما ينفعش تسيب الداتا فاضيه. تمام تمام. بس انا لو دوست مثلا كتبت كده ودوست ساين اب، دوست ساين اب، قال لك ايه؟ بليز، لازم ده الفاليديشن بتاع ال HTML5، فانا مش عايز اخلي فيه فاليديشن بتاع ال HTML5 وانا اللي هعمله بالجافا سكريبت، فهتيجي على الفورم نفسها تقول له نو فاليديت، مش عايز اي فاليديت، شكرا ليك انا اللي هعمله. ده اتريبيوت في ال HTML5. طب هسال الاول، هل اف ان اليوزر نيم ده فاليديشن بسيط، دوت فاليو بتساوي فاضي، اند او اور الباص الايميل دوت فاليو، ايميل دوت فاليو بتساوي فاضي، اور الباسورد دوت فاليو بيساوي فاضي. اعمل لي ايه؟ اعمل لي مثلا ممكن نخليه اليرت مثلا دلوقتي مؤقتا يعني، اليرت بليز فيل داتا. بليز كاتبها غلط اكيد برضو، فيل داتا اهو. لو دوست على الساين اب قال لك والله ده اشتغل عادي. هقول لك ليه دلوقتي بمنتهى البساطه، عشان الفورم نفسها لازم اوقف البريفنت ديفولت بتاعها اللي هو اي دوت بريفنت ديفولت. انت بتوقف البيهيفير بتاع الريفرش بتاع الصفحه نفسه. هدوس على ساين اب، يبقى كده في مشكله ان احنا اكيد مش رابطين الريجستر. تمام 100 100. ادي السكريبت وادي الريجستر بالشكل ده، ريفرش اهو. اشيل ده تاني وادوس على الساين اب، قام قال لك بليز الفيل الداتا بتاعتك. برضو ما تنساش حته ان انت تعمل اللي احنا عملناه ده، اللي هو انت بتوقف البريفنت ديفولت بتاع الفورم نفسها. كده انت عملت اول فاليديشن 100 100. غير كده بقى يعمل ايه؟ يعني لو هو في يوزر نيم او في داتا او في ايا كان، يعمل ايه بقى؟ بمنتهى البساطه هتاخد الداتا دي وتحفظها عندك في اللوكال ستورج. انا هحفظ لك الداتا بطريقه بدائيه شويه، ان انا هعمل لك كي اسمه يوزر نيم، وهعمل لك كي اسمه ايميل، وهعمل لك اسمه ايه؟ هعمل لك كي اسمه باسورد، وبعد كده هنحطهم كلهم في اوبجكت لما اخلص اللوجن والريجستر. هنمشيها واحده واحده عشان ما حدش يتلخبط ان شاء الله. طيب انا لو في داتا لغير كده فيقوم حاطط لي بقى، اقول له else لو غير كده احفظ لي بقى الداتا يا عم الحاج. ايه هي بقى؟ هقول له احفظ لي الداتا لوكال ستورج دوت سيت ايتم. اليوزر نيم، يوزر نيم ده انت اللي مسميه، يوزر نيم ده انت اي اسم مخترعه، سميه حماده ابراهيم توفيق مش مهم، بس خلي بالك عشان ده هتستخدمه بعد كده كتير. اللي هو مين؟ اللي هو اليوزر نيم دوت فاليو. ونفس الكلام بالنسبه للايميل، ونفس الكلام بالنسبه للباسورد. بس بعد كده طبعا مش هتقدر تسيف الباسورد في اللوكال ستورج، ده خطر. يعني لما تسيف الباسورد نفسها في اللوكال ستورج ده حاجه غلط. هتبقى هسيفها فين؟ بعد كده ان شاء الله نستخدم الفاير بيز، بس انا قلت لك ده حاجه مؤقته وهنعمل لها تشفير طبعا موضوع الباسورد ده. اقول له هنا باسورد، بس ده حاجه مؤقته زي ما قلت لك عشان نفهم الدنيا بنقسمها ازاي ونمشي واحده واحده. وادي انا كاتب حاجه هنا انا اسف طبعا. هنا هيبقى ايميل دوت فاليو، وهنا هيبقى الباسورد دوت فاليو.
كده انا عملت خلاص سيفت الداتا. تعالوا نشوف هيشتغل ولا لا. افتح كده معايا الانسبكت وافتح الابلكيشن وافتح اللوكال ستورج، فضي كل حاجه، هدوس ساين اب، ما عملش اي حاجه. طيب تعالوا بقى نمشي واحده واحده. هسيف يوزر اسمه يوزر، وهسيف ايميل اسمه user@user.com، وهسيف باسورد 1 2 3 واقول ساين اب. قام حذف لك، قام سيف لك كل الداتا تمام وعمل لك الدنيا كلها تمام. انا عايز بعد ما يسيف الداتا وكل حاجه يقوم عامل ايه؟ يقوم عامل ريدايركت على الهوم بيج بقى، على الهوم بيج اللي هي الاندكس. خلينا نعمل اي حاجه في صفحه الاندكس. هاخد اللوجن ده زي ما هو كده واروح لصفحه الاندكس واقوم عامل كده، ودي هسميها الهوم بيج. ومش طبعا مش هنحط اللوجن، هنحط هنا الستايل العادي. ممكن نعمل ستايل خاص بالهوم مفيش مشكله. طبعا في صفحه الريجستر انا ما شلتش، او في صفحه الريجستر فين اهي، هنخلي ده طبعا اللي هو ريجستر عشان كل حاجه تكون متنظمه وكل حاجه. طيب هنروح لصفحه الاندكس محدش يتلخبط. هنيجي هنا وليكن هقول له سيكشن، مجرد بس مؤقتا يعني الهوم بيج هتكون في نص الصفحه. لو رحنا هنا كده هتكون في الهوم بيج مفيش اي مشكله بشكل مؤقت يعني. طيب ادي الساين اب، احنا خلاص سيفنا الداتا بشكل مؤقت بالشكل ده. فاوتوماتيك هعمل ايه؟ هخليه يروح على مين؟ على الهوم بيج. لو بعد ما يسيف الداتا يقعد كده ثانيتين مثلا ويروح على الهوم بيج. هعمل كده ازاي؟ هو الثانيتين دول بتوع ايه؟ ان انت رحت سيفت، ان انت رحت بعت ريكوست للداتا بيز، سيفت اليوزر نيم والباسورد وكده، وهو بعت لك حاجه اسمها التوكن اللي هو الايدنتيفاي بتاع اليوزر ده. طبعا احنا هنعتبر ان احنا عندنا توكن كمؤقت يعني. طب ايه هو التوكن يا باشمهندس؟ معلش وضحوا لي. التوكن ده عباره عن الايدنتيفاي بتاع اليوزر ده. اليوزر ده عنده توكن مثلا اسمه 1 2 3، ده بيعرفه ان هو فعلا متسجل في الداتابيز، وليك صلاحيات ان انت تضيف مثلا بوستات، تضيف عندك الكارد مثلا، تضيف للمنتجات بتاعتك، تحط منتج، تشيل منتج والحاجات دي. لو ما فيش التوكن ده وانت مش معاك توكن يبقى انت اصلا مش مسجل، فما تقدرش تعمل الحاجات دي. تمام. هعتبر ان احنا عندنا توكن، اكني بعت ريكوست ورجعت توكن. دي هنعرفها اكتر في مشروع الرياكت ان شاء الله. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل حته يقعد ثانيتين كأن الريسبونس رجع، بعت ريكوست والريسبونس رجع وقال لي مثلا انت تمام التوكن بتاعك اهو، خش بقى على الهوم. هروح للريجستر. بعد ما يعمل كده هقول له set time out بحيث ان هو يقعد ثانيتين. هعمل ارو فانكشن بالشكل ده، اتعلمنا الارو فانكشن وكل حاجه. في مثلا ثانيه ونص هقول له تعمل ايه؟ هقول له ريدايركت ويندو دوت لوكيشن وديني على الهوم بيج اللي هي الاندكس دوت اتش تي ام ال، وديني على صفحه الاندكس دوت اتش تي ام. بعد ايه؟ بعد ثانيه ونص من ادخال الداتا. فهعمل هنا ريفرش، هشيل كل حاجه من هنا وابدا من اول وجديد. عملت ساين اب، قال لي احفظ الداتا، هقول له تمام. ايه هي الداتا؟ اول حاجه يوزر، والايميل user@user.com، والباسورد 1 2 3، واعمل ساين اب. هيقعد ثانيتين ويوديني على الاندكس هوم بيج اللي هي صفحه الهوم بيج. طيب بما ان بقى فيه يوزر نيم وايميل وباسورد، يبقى المفروض ما يظهرش ده. يبقى المفروض ما يظهرش ده، يظهر لي هنا ايه بقى؟ اليوزر نيم بتاعي. طب هكتب كده ازاي؟ نركز بقى معانا في الحته دي. هاجي هنا في صفحه اللوجن، هاجي هنا طبعا في صفحه طبعا دي صفحه الايه؟ صفحه الهوم بيج. هروح لصفحه الهوم. الهيدر هنا بقى، الهيدر هنا لازم يكون فيه شويه كونديشن او شويه اف كونديشن. ايه هي بقى يا باشمهندس؟ ان هنا هحط مثلا بعد الناف ده، لما هديله اي دي، هديله اي دي كده اسمه مثلا عايزين نسمي اللي هو اللوجن والريجستر، هسمي مثلا لينكس مثلا. وهعمل تاني هنا ناف تاني في يو ال، او مش لازم خالص. مش لازم خالص. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل هنا يو ال تانية فيها ال اي وفيها ايه اللي هو اليوزر نيم نفسه اللي هحطه هنا. هديله اي دي اسمه مثلا يوزر
اليوزر مثلا بتاعي. وخلي بالك من اليو ال دي هديها اي دي هسميها لينكس. ليه عملت كده؟ عشان هخفي واظهر. هخفي الحته دي واظهر الحته دي. دي هديها مثلا، هدي دي اليو ال دي هديها الاي دي بتاعي، او ممكن ندينا اي دي تاني. اي دي هنا اسميه مثلا يوزر، برضو هنا اسميه يوزر انفو، او هسمي دي يوزر انفو. ده اللي شايل اليوزر انفو اللي هو اليوزر نيم يعني، او الداتا بتاعتك. ليه عملت كده يا باشمهندس؟ عشان همسح انا ده وهسيب ده، او هظهر ده. ده اوتوماتيك لازم يكون مخفي، ده اوتوماتيك لازم يكون مخفي. هو كده كده اصلا مش هيبان. ليه؟ عشان او هيبان عشان المسافه اللي انا عملتها. خلينا نخفيه بالسي اس اس، بس ده حاجه خاصه برضه، هيكون جنرال برضه. فهنروح للستايل، هقول له هات لي ال الناف يو ال. خلي بالك انا كتبت ايه؟ اليو ال اللي هي واخده اي دي يوزر انفو، لازقين في بعض. لو سبت مسافه يبقى كده اي دي جوه اليو ال ده. اقول له ديسبلاي نون، اخفي كده. وبعد كده ان شاء الله هنبقى نظهرها. طب هنظهرها امتى يا باشمهندس؟ بكل بساطه، انا في صفحه الاندكس صح؟ تمام. يبقى انا محتاج اعمل سكريبت هنا خاص بالاندكس. هخليه دلوقتي اللي هو الجنرال، اسمه جي اس سكريبت دوت جي اس. ده المفروض اعمل فيه ايه بقى؟ السكريبت الجديد اللي هو موجود في الهوم ده، اتشيك على اللوكال ستورج، والله هل في يوزر نيم؟ والله لو في خلاص حطه هنا، اخفي دول وحط اليوزر نيم. كلام جميل جدا. هنيجي هنا هقول له اول حاجه هنمسك اللي هو اليو ال اللي فيها اليوزر، اليو ال اللي فيها اليوزر. هقول له اليت اليوزر بيساوي، او يوزر دوم اللي هو يعني عشان تمسك الدوم بتاعتك، اسمه معبر يعني كويري سيلكتور اللي اسمه كان اسمه يا ربي يوزر انفو. خلي كل حاجة بنفس الاسم. وهنا يوزر سميها دوم، دي سميها ابر كيس افضل. هنا اليوزر دوم هيقول هنا كده اليوزر. طب كده انت خلاص مسكت ايه؟ مسكت دول يا باشمهندس. مسكت اليوزر ده عشان احط جواه ال HTML بتاعتي، ومسكت اليوزر انفو ده عشان ده هظهره، وبعد كده احط الايه؟ الداتا بتاعتي هنا. كلام جميل جدا. ومحتاج امسك اللينكس عشان دي اللي همسحها. محتاج امسك اللينكس بالظبط كده. اقول له هات اللينكس. كلام جميل جدا. محتاج اتشيك بقى هل في، خلي بالك محتاجه تشيك على اللوكال ستورج. هل في لوكال ستورج دوت جيت ايتم اسمه يوزر نيم؟ هل في كده؟ والله لو في اعمل لي مثلا لوج دلوقتي لكلمه يس مثلا. يس في. تعالوا نشوف كده الكونسول بتاعتي. عملت ريفرش، فعلا في. ليه؟ لان في فعلا اليوزر نيم اللي اسمه يوزر. فقال لي كلمه يس. كلام جميل جدا. يبقى انت محتاج ايه؟ يبقى انا محتاج اعمل كذا حاجه. ايه هي؟ اول حاجه اللينكس دوت ريموف. محتاج امسح خالص اللينكس دي، اشيلها خالص من الدوم. واظهر، خلي بالك، واظهر دي اليوزر نيم دوت ستايل دوت ديسبلاي بيساوي بلوك. محتاج اظهرها. وبعد كده هقول له اليوزر دوم نفسها، اليوزر دوم نفسها هحط فيها اللي هي اللينك نفسه بقى الجديد دوت انر اتش تي ام ال. هيتحط فيها ايه؟ هيتحط فيها اللوكال ستورج دوت جيت ايتم ده، الاسم بتاع ده. فبدل ما اكتبه مرتين خلاص هقول له هنا let تشيك يوزر، تشيك او يوزر نيم مثلا، يوزر نيم. هل في يوزر نيم؟ والله هنا لو في اقول له اف يوزر نيم بدل ما اكتب كل ده. والله هنا لو في هيقول لك تمام موجود اسم يوزر فعلا. لو ما فيش هيقول لك نل، فمش هيخش اصلا في الاف. حط لي هنا اليوزر. تعالوا نشوف الهري ده. الابلكيشن تمام اهو في يوزر نيم
وهعمل ريفرش، قام فعلا قال لك اليوزر 100 اتحط هنا اسم يوزر. طب ما تيجي نجرب تاني. تمام، تعالوا نمسح كل حاجه ونيجي هنا. ما بقاش فيه، عشان ما فيش طبعا يوزر نيم، فرجع تاني الساين اب والساين ان. اروح للساين اب، اقول له اول حاجه انا عندي اسم يوزر او حمزه، وعندي ايميل اسمه حمزه@حمزه.com، وعندي باسورد 1 2 3، ومعامل ساين اب هيقعد ثانيتين. عمل لي مشكله. حلو جدا. ايه هي المشكله؟ قال لك اليوزر نيم هاز بين ديكليرد. كلام جميل. فين؟ في الريجستر في السطر الاولاني. حلاوه على الجبنه. تمام. قال لك هنا اليوزر نيم ده متعرف. اليوزر نيم هنا متعرف. هل انا في الريجستر هنا نادي السكريبت؟ تمام، مش مضطر ان انا انده السكريبت هنا. ليه؟ عشان السكريبت اصلا معرف في السكريبت. خلي بالك كان هنا معرف يوزر نيم، وبرده في الريجستر معرف يوزر نيم. طب يا باشمهندس كل واحد في فايل. تمام، كل واحد في فايل، بس خلي بالك في صفحه الريجستر كان الاثنين موجودين، فاكنك بالظبط جايب اللي موجود في صفحه السكريبت حاطه هنا، كاتبه مكان السكريبت هنا، وجايب برضه اللي في صفحه الريجستر وكاتبه هنا، فيعتبروا كلهم اتنين موجودين في نفس الصفحه، كانهم موجودين في نفس السكريبت. فقال لك اليوزر نيم انت معرفه قبل كده، فانا مش مضطر اجيب الايه صفحه السكريبت نفسها يعني. خليني في الريجستر بس. نبدا من اول تاني. اروح على ابلكيشن، نسمي هنا حمزه، الانتر ايميل واحد تمام حمزه@حمزه.com 1 2 3. هعمل ساين اب، سجل، ريفرش، قام كتب لي فعلا هنا حمزه. ممكن كمان نزود فيتشرز زياده، ان احنا لما يدوس على حمزه يدخله على صفحه بروفايل هنعملها باذن الله، بحيث ان انت يكون عندك كل حاجه ان شاء الله. يبقى كده خلاص خلصنا مشكله الريجستر، وتمام 100. لسه قدامها هضيف لك فيتشرز اكتر من كده باذن الله. طب في صفحه اللوجن بقى الموضوع ابسط من كده. انا كده كده يعتبر عامله، لان انا عامله في السكريبت اللي هو ده. هجيب ايه؟ هروح بقى طبعا في هعمل اشيل ده كله عشان ما يتلخبطش. الاندكس ده كان فيه ايه مش فاكر، بس قشطه. هنشيل الريجستر ونشيل الستايل ونشيل شكرا الريجستر. هنيجي على صفحه اللوجن. اللوجن هنا هديله اي دي، نفس الكلام يوزر نيم، وهنا اي دي اسمه باسورد، وهنا اي دي اسمه ساين ان. تمام تمام. صفحه اللوجن بقى، اللوجن المفروض ايه؟ اجيب كل الزراير دي بدل ما اقعد اكتب نفس الريجستر. يعني هاجي هنا اقول له let يوزر نيم. طالما انا مسمي يعني انا مثلا في صفحه اللوجن هعمل بس انكلود لللوجن، مش هعمل انكلود للسكريبت برضه، عشان في اسماء متشابهه، اسماء المتغيرات متشابهه في الفايلات كلها، فما تحطهاش كلها مع بعض عشان ما تضربش. هعمل هنا سكريبت سورس لللوجن بس مش اكتر، الجي اس واللوجن. هنا اقول له يوزر نيم، هنا اقول له باسورد، وشكرا على كده. هجيب هنا اليوزر نيم، وهنا هجيب الباسورد، وطبعا ما ننساش الزرار الساين او لوجن بutton، خليها كده document dot query selector اللي اسمه sign in بالشكل ده. في الريجستر اعتقد ان انا سميت كده، طبعا يفضل اسميها كامل كيس بالشكل ده. طيب يفضل هعمل هنا طبعا شويه فورماتنج كمان شويه. طيب هنا هقول له ايه؟ هقول له login button dot add event listener كالعاده. لما اعمل ايفنت اسمه كليك هيحصل فانكشن بالشكل التالي. فانكشن، الفانكشن دي هتعمل ايه؟ هتتشيك طبعا. ما ينفعش برضو يعني جاي هعمل هنا كده، هاخد نفس دي، ما يفضلش لوجن اهو، ما يفضلش يكون اليوزر نيم اول الباسورد يكونوا فاضيين. لو لا بليز الفيل الداتا، نفس الكلام بالظبط. لو غير كده خلاص شلنا من ده. يتشيك بقى، محتاج امسك اقول له اول حاجه let get user بيساوي اجيب من اللوكال ستورج والجيت ايتم اللي اسمه يوزر نيم. نفس الكلام الباسورد جيت باسورد، وطبعا لازم اتشيك الاول طبعا جيت باسورد. فانا اول حاجه خلاص اتاكدت ان اليوزر نيم اللي انا دخلته اليوزر نيم دوت فاليو ده اللي هو ده. خلينا نمسح كل حاجه، نخش هنا ساين ان.
هنا اليوزر نيم والباسورد اللي انا دخلتهم في الريجستر. خلي بالك هنا في عملنا مشكله واحنا ماشيين، عملنا مشكله في اللوجيك مثلا. ايه هو؟ ان احنا لما عملنا ريجستر المفروض يوديني على اللوجن. يعني في السيناريوهات بتاعت المشاريع لما اعمل ريجستر المفروض ابعت على الايميل فاليديشن كود وبعد كده يعمل لوجن. بعد ما يعمل لوجن يروح للهوم بيج. خلينا نمشي بالسيناريو ده اللي هو هيروح هنا مثلا فين في الريجستر، بدل ما يروح على الاندكس وديني على الهوم اللوجن قصدي، ومن اللوجن يعمل يوديني على صفحه الهوم بيج. تمام. طيب بليز الفيل داتا. تمام. بعد كده هقول له في الالس هل في جيت يوزر اند جيت باسورد؟ لازم يكونوا موجودين. كده انت بتتشيك هل في جيت يوزر، وكمان خلي بالك بقى، تعال نمشي واحده واحده. هل في جيت يوزر؟ نعمل هنا قوس كمان اقول لك ليه عملت كده. هل في جيت يوزر وكمان الجيت يوزر بيساوي حمزه، عشان انا ده اللي انا مدخله. ده كده اول كونديشن اللي هو هل في جيت يوزر وكمان الجيت يوزر بيساوي حمزه. اند هل في جيت باسورد، عشان ممكن ما يكونش اصلا موجود، ممكن ما يكونش موجود في اللوكال ستورج فيكون بنل، فلازم اتاكد الاول هل موجود. وكمان هل الجيت باسورد ده بيساوي 1 2 3. طبعا الباسورد ده ويك جدا ضعيف جدا، فلازم هنعمل فاليديشن على الباسورد ان شاء الله. طيب في الحاله دي تمام، خش لي جوه الاف بالشكل. طبعا ده فورمات بيعمل لك فورماتنج للكود بالشكل ده. طب انا قايل ان كل الكونديشنز دي المفروض تتحقق، اللي هو في جيت يوزر والجيت يوزر بيساوي حمزه وكمان في باسورد والجيت باسورد بيساوي 1 2 3. هيعمل ايه؟ هيعمل لوج مثلا لتيست مثلا. ما ننساش ابدا حته ان الصفحه نفسها بتعمل ايه، الفورم نفسها بتعمل ريفرش اوتوماتيك، فلازم اقول له بريفنت ديفولت. تعالوا نجرب. هعمل هنا ساين ان، فقال لك بليز فيل داتا. تمام. دخلت هنا اي حاجه، انتر يوزر نيم وانتر باسورد ودوست ساين ان، مش هعمل اي حاجه. ليه؟ دخل في اللوج ان. هل طبع يس؟ لا ما طبعش، يبقى ما دخلش في ال ما دخلش فين في الاف دي. ما دخلش. ركز معايا في الاف والالس. ما دخلش في الاف دي. هيخش مين؟ هيخش في الالس بتاعتها اللي هو اللوج مثلا، اللي هو اليوزر نيم اور باسورد از رونج. ده او ده غلط، واعمل علامتين استفهام كده. تعالوا نشوف. ادخل اي حاجه وادخل 1 2 3 اي حاجه ساين ان، قال لك إيه؟ مفيش ايه الحمد لله. قال لك اليوزر نيم اور باسورد از رونج. طبعا دي هنعرضها بعد كده، نحطها في اليمنت ونعرضها بعد كده. بس خلينا في الفانكشنات دلوقتي. عايز بقى لما يدخل صح هقول له مثلا حمزه و1 2 3 ودوست ساين ان، قام قال لك برده اليوزر نيم باسورد از رونج. ليه بقى؟ تعالوا نشوف الابلكيشن، لان انا مسحت كل حاجه. تعالوا نروح للساين اب من اول تاني. هدخل هنا حمزه وادخل حمزه دوت كوم وادخل 1 2 3 واقول له ساين اب، هيوديني على اللوجن. ليه؟ لان انا غيرت السيناريو، قلت له ويندو دوت لوكيشن وديني على اللوجن. جوه اللوجن بقى هدخل حمزه وهكتب 1 2 3 وادوس ساين ان. هشوف في الكونسول طبع لي يس ولا لا، طبع لي قصدي تيست ولا لا. طلعت طبعا تيست. طب لو انا عملت حمزه مسافه ودوست ساين ان برضه جاب لي فعلا تيست. طب لو 1 2 3 او مثلا عملت مسافه قبل حمزه ودوست ساين ان برضه جاب لي تيست. طب ساعات برضه ممكن ما يفهمش ان المسافه دي ممكن يعتبرها مثلا كده فما تساويش حمزه دي. فدايما حاول تقول له حاجه اسمها دوت تريم. تريم دي فانكشن بتعمل لك ايه؟ بتشيل لك المسافات اللي قبل الاسم وبعد الاسم. لو في مسافه عاملها هنا بيتجاهلها تماما، او في مسافه عاملها بعد الايه بتاعت حمزه بيتجاهلها تماما، سواء في اليوزر نيم او الايميل طبعا. فيفضل تشيل المسافه دي خالص. تمام جدا. بعد بقى ما يخش كده تمام وكل حاجه، يوديني على، يقول لي مثلا سيت تايم اوت، برضو يقعد دقيقتين كده ولا حاجه كالعاده، ثانيه ونص، ويقول لي يوديني على الهوم بيج. ويندو دوت لوكيشن. الهوم بيج اسمها ايه؟ اسمها اندكس دوت اتش تي ام ال. واعمل ريفرش. تعالوا ندخل حمزه تاني ودخل 1 2 3 وادوس ساين ان، وداني على فعلا الهوم بيج وكتب لي هنا حمزه 100. يعني بعد كده يكون في طبعا هنا لوج اوت. اللوج اوت بتعمل ايه؟ تعالوا نعملها بالمره. سلام. ورانا ايه يعني؟ تمام.
فين المفروض اللوج اوت تكون فين؟ تمام، تكون هنا مع اليوزر. خلي بالك لازم تظهر هنا مع اليوزر. نقول له هنا كده تاني الاي دي لوج اوت، وهنا لوج اوت. كل ده مش هيظهر غير لما اليوزر يكون عمل لوج ان. هعمل هنا ريفرش اهو، هتلاقي اللوج اوت ظهرت معاه. طب ليه هنا بقى مش شغاله كويس؟ ليه مش جنب بعض زي التانية؟ مش المفروض واخده ديسبلاي فليكس؟ واخدين ديسبلاي فليكس، مالك؟ ديسبلاي بلوك. خلاص، يبقى احنا محتاجين نقول له يوزر انفو في الريجستر ولا في اللوجن ولا في السكريبت؟ هنا اهو. اقول له ايه بدل ما هو ديسبلاي بلوك خليها ديسبلاي فليكس بالشكل ده. تمام جدا. لما بقى يدوس لوج اوت يروح على صفحه مين؟ ها، لازم يروح على صفحه الريجستر ولا مش لازم؟ مش لازم. المهم بس يعمل لي ايه؟ يرجع لي تاني صفحه الهوم، او يروح، خلينا دلوقتي السيناريو ده، يروح على صفحه الريجستر ويمسح لي كل حاجه من اللوكال ستورج. يمسح لي كل حاجه من اللوكال ستورج. فلما يدوس على اللوج اوت هو في صفحه الايه؟ صفحه السكريبت دلوقتي. فانا هقول له همسك اللوج اوت دلوقتي، لوج اوت بوتون، هات اللوج اوت. انا كاتبها ازاي مش فاكر طبعا. اهو اللوج اوت، ممكن كلاسات ايديهات مفيش مشكله. فلما يدوس على اد ايفنت listener اسمه كليك فانكشن اسمها بتعمل ايه؟ اول حاجه هتوديني، اول حاجه هتمسح لوكال ستورج دوت كلير، تمسح كل حاجه من اللوكال ستورج. وبعد ثانيتين مثلا ولا حاجه، طبعا لازم يبعت ريكوست ويرجع كاني بعت ريكوست ورجعت. هبعت ريكوست بعد ثانيه ونص، او مثلا بعد ثانيه ونص يقوم ايه موديني على الريجستر. فين نعمل ايه؟ ويندو دوت لوكيشن بيساوي ريجستر دوت اتش تي ام. اعمل ريفرش اهو وادوس على، بص على الابلكيشن، بص صفحه الابلكيشن، بص قصدي على الابلكيشن هنا. هدوس لوك اوت اما مسح لي كل حاجه ووداني بعد كده على صفحه الريجستر. طب رحت لصفحه الهوم، كل حاجه موجوده عادي، والساين ان والساين اب. ليه؟ لان انا ما سجلتش حاجه دلوقتي، مفيش ساين ان ولا ساين اب. انا في صفحه الهوم بس مفيش يوزر هنا، فبيقول لي ساين ان وساين اب. دخلت على الساين ان، ما اقدرش اساين ان، كتبت اي حاجه هيقول لي طبعا رونج، او كتبت ساين اب لازم اقفل الداتا. كتبت هنا اي حاجه ودوست ساين ان، طبعا الكليك رخم قوي بتاع الماوس. دوست ساين ان مفيش حاجه هتحصل. في الكونسول هيقول لي يوزر نيم اور باسورد از رونج. ممكن انت تتبع برضو اليرت يوزر نيم اور باسورد، او تعمل ديف هنا وتحط فيها الداتا براحتك عادي خالص. كده السيناريو بتاع اللوجن والريجستر والهوم بيج تمام. ناقص بس ان احنا نعمل شويه فاليديشن ده طبعا، واحنا ماشيين مع الوقت هنقعد نزود فيتشرز حلوه جدا. اخر حاجه قبل ما اقفل الفيديو اللي هو بقى ساعه ده ما شاء الله، هنعمل ايه؟ هنعمل تنظيف للكود من الاخر يعني. ايه هو؟ بدل ما بكتب كل حاجه هنا، لا خلاص، مثلا وانا في الريجستر، خلينا في الريجستر، هاخد كل حاجه من هنا. الفانكشن دي مثلا كده من بره هنا كده، خدها من هنا كده كده تمام. وعندها الفانكشن اسمها ريجستر. هعمل هنا فانكشن اسمها ريجستر، وبتعمل ايه؟ بتاخد كل حاجه. هشيل ده كل حاجه من هنا واشيل القوس ده وادي الاي. بتعمل ايه؟ تعمل كل حاجه بدل ما بكتبها بالشكل هنا. اول حاجه بتقع في الديفولت، وممكن ناخد الحته مثلا دي كده نحطها في فانكشن لوحدها ان هي بتعمل تشيك مثلا فاليديشن، وتاخد الفانكشن دي تحطها لوحدها بتعمل مثلا السيف الداتا او سيفنج للداتا، مفيش اي مشكله. وناديت الريجستر هنا، يعني مجرد تنظيف للكود كده مش اكتر. تعالوا نشوف هل الدنيا دي شغاله. هروح للساين اب، نشيل ده خالص. انا سيفت ولا ما سيفتش؟ ماشي سيفت. شوف متاكد كده لاخر مره. هسمي يوزر ويوزر ات يوزر دوت كوم، وهنا 1 2 3 وادوس ساين اب. نروح للابلكيشن، فعلا سيف لي الداتا والفانكشن شغاله. هعمل هنا لكلمه يوزر واسيب مسافه كبيره عشان اتاكد من الترم شغاله ولا لا. وانتر باسورد اللي هو 1 2 3 وادوس ساين ان. هيوديني على الهوم بيج ولا لا؟ ما ودانيش، يبقى في مشكله. كونسول هنا قال لك اليوزر نيم اور الباسورد از رونج. ليه بقى؟ تعالوا نشوف. فين الابلكيشن هنا هنا مدخل يوزر ومدخل الباسورد 1 2 3. تعالوا نشوف ده 1 2 3 ولا مش 1 2 3 ده ولا ايه؟
كتبت هنا حاجة فعلا 1 2 3. طب ليه بقى؟ تعالوا نشوف اللوجن، المشكلة كلها في اللوجن. طبعا عشان هنا المرة دي حمزة، المرة دي هنا حمزة، يبقى دي مشكلة. ايه هي المشكلة؟ ان انا مثبت هنا حمزة. فانا من الاخر هقول له كده هل الجيت يوزر ومثبت هنا 1 2 3. لازم اتاكد ان الفاليو جيت يوزر بيساوي ايه بالظبط كده، بيساوي اليوزر نيم دوت فاليو. اللي انا مثبته ده غلط طبعا. هنا بدل ما مثبت كده اليوزر دوت فاليو، خلي بالك دوت ترم. ترم ليه؟ عشان انت لو كتبت هنا في الفاليو مسافه كده فبرضه يعمل لها ترم. تمام جدا. ونفس الكلام الباسورد، الباسورد دوت فاليو دوت ترم. عشان لا ترم لا طبعا، عشان المسطره طبعا بيحسبها سبيس، يعني بيحسبها كاركتر برضو من ضمن الحاجه نفسها. هعمل ريفرش واتاكد تاني. هنا الابلكيشن بتاعي في يوزر، فانا هكتب هنا يوزر ومسطره برضو، هعمل مسطرتين. والباسورد بتاعك 1 2 3 وندوس ساين ان. نشوف فعلا وداني على الهوم بيج. يبقى احنا عرفنا كده المشكله كانت فين هنا، ان ما ينفعش اثبت الداتا. ده هذا برضو غباء مني عادي خالص. لازم اقول له الجيت يوزر نفسه اللي في اللوكال ستورج بيساوي الداتا اللي انت دخلتها بتاعت اليوزر او الداتا اللي انت دخلتها بتاعت الباسورد. نفس الكلام اعمل لي هنا، اعمل لي هنا ايه، هتاخد لي كل الباشا ده وتعمل هنا لوجن. اللوجن ده فانكشن او زي ما انا كده عادي خالص، وهكتب هنا لوجن عشان الدنيا تكون متنظمه. فانكشن هنا بتنده والدنيا عادي خالص. بعد كده ممكن نفرمت برضو الكود ده بطريقه افضل من كده. اتمنى يا رب يكون الفيديو واضح، وطريقه اللوجن والريجستر واللوج اوت. تعالى نعمل لوج اوت كده. تمام 100 100 واللوج اوت شغال، كل حاجه سكينه في الحلاوه الحمد لله. الفيديو الجاي هنيجي للهوم بيج، نعرض المنتجات بتاعتنا وكل حاجه بمنتهى البساطه ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو واضح. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.